السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة عندنا موضوع حساس جدا، لاحظت ان مفيش حد اتكلم عنه كتير، لكن بيأثر على حياة ناس كتير حوالينا، ويمكن كمان عليك انت شخصيا. تخيل انك عايش في بيت مع ناس المفروض ان هم اكتر حد بيحبك وبيدعمك، لكن في الحقيقة تلاقي انه بيحصل العكس. شايفينك حد مش مهم، ودايما بتكون غلط، بتحس انك دايما تحت ضغط او نقد. كل مرة بتحاول فيها تعبر عن نفسك وعن مشاعرك بيتقلل منك وبيتم السخرية من مشاعرك. لو حسيت ان الكلام ده بيوصفك فالفيديو ده ليك. انتظرونا بعد الفاصل. زاوية نفسية مع منى شطاء. هنتكلم النهاردة عن الآباء النرجسيين. يمكن المصطلح ده جديد شوية على بعضكم، لكن للأسف اللي بيعانوا من ده يعرفوه كويس جدا. النرجسية لما تكون موجودة في العلاقة بين الآباء وأبنائهم بتتحول من مجرد صفة شخصية إلى إساءة عاطفية، بتسيب ندوب بتعيش مع الشخص لسنين طويلة. في الفيديو النهاردة هنتكلم عن الموضوع ده في مجموعة نقاط، وأرجو أنكم تركزوا معايا شوية. هنناقش النهاردة يعني إيه اضطراب الشخصية النرجسية، ازاي بتأثر النرجسية على العلاقة بين الآباء وأطفالهم، ايه هي العلامات اللي لو شفتها لازم تقف وتقول لا ده مش طبيعي. هدفنا النهاردة مش نلوم حد، لكن نفهم ايه اللي بيحصل بالظبط، ونحاول نلاقي طرق تحمي بيها نفسك وتبني حياتك بعيد عن التأثيرات السلبية اللي ممكن تكون مريت بيها. هنشاركك النهاردة نصايح عملية جدا عشان تعرف ازاي تتعامل مع المواقف دي وتبدأ ان انت تعيش حياة صحية سليمة. اول حاجة لازم نفهمها ان النرجسية مش مجرد ان شخص بيحب نفسه او انه مغرور، لا، الموضوع أعمق من كده بكتير. اضطراب الشخصية النرجسية هو حالة نفسية معقدة، الشخص المصاب بيها بيكون عنده شعور مبالغ فيه بأهميته، ورغم ذلك بيكون جواه إحساس عميق بانعدام الأمان والخوف من الرفض. الأهل النرجسيين بيكون عندهم حاجة ملحة دايما للإحساس بالإعجاب والتقدير، حتى لو ده على حساب أولادهم أو ناس قريبين منهم. بيشوفوا نفسهم فوق الكل، كل حاجة لازم تكون ماشية على مزاجهم، وده بيخليهم مش بيهتموا بمشاعر أو احتياجات أولادهم. طب إيه هي السمات والسلوكيات المشتركة للآباء النرجسيين دول؟ نمرة 1، الاهتمام المفرط بالصورة العامة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الآباء النرجسيين بيهتموا جدا بصورتهم هم اللي الناس شايفينها، ممكن يضغطوا على أولادهم علشان يبانوا مثاليين قدام الناس، مش عشان مصلحة الطفل ولكن عشان شكله هو قدام الناس يكون حلو. زي مثلا يقولك البس أحسن لبس عندك عشان الناس ما تقولش إني مقصر معاك، وكأن رأي الناس أهم من راحة ابنه أو بنته. السمة التانية هو التلاعب والسيطرة. الآباء النرجسيين بيستخدموا التلاعب في تعاملهم بالسيطرة، يعني مثلا دايما بيضغطوا على الطفل ان هم يحسسوه بالذنب، يعني مش هيحبوك لو ما عملتش ده، او يقولوا لك ان رأيك ده مش هيبقى عاجبهم، او هم دايما يقولوا لك ان ده مش في مصلحتك وانت مش فاهم انت بتقول ايه وانت مش فاهم انت بتعمل ايه. النقطة الثالثة النقد الدائم والتقليل من الانجازات. مفيش حاجة بتبسطهم. لو جبت درجات عالية يقولك طب انت ليه ما طلعتش الاول؟ طب لو نجحت في شغل يقولك لا انت كان ممكن تعمل اكتر من كده. بس النقد ده مش عشان يحسنوك، ولكن علشان دايما يخلوك حاسس انك انت مش كفاية، ان المجهود اللي انت بذلته مش كفاية. النقطة الرابعة قلة التعاطف مع مشاعر الاخرين. من اكتر السمات وضوحا عند الآباء النرجسيين هي قلة التعاطف. ما بيقدروش يحسوا بمشاعر أبنائهم، أو حتى لو حسوا بيها مش بيعتبروها مهمة. يعني لو مثلا إنك اشتكيت إنك تعبان أو نفسيتك تعبانة يقولك أنت بس بتبالغ، إحنا شفنا أيام أصعب منك بكتير. مفيش أي تعاطف من جهة الآباء النرجسيين نهائي. النقطة الخامسة إلقاء اللوم على الآخرين. أي مشكلة بتحصل دايما الغلط مش عندهم، حصل أي خلاف دايما أنت السبب، حصل فشل دايما الأبناء هم اللي غلطانين أو أي حد حواليهم، لكن هم ما بيغلطوش. النقطة السادسة الشعور الدائم بالإجهاد. من العلامات المهمة الشعور الدائم بالإجهاد. التعامل مع الأب والأم النرجسيين بيخلوك دايما على أعصاب ومتوتر وخايف تغلط وخايف تقول حاجة تضايقهم، دايما أنت خايف تاخد خطوة جديدة في حياتك، دايما بتكون مجهد وتعبان. هنتكلم النهاردة كمان عن التأثيرات اللي بتظهر على الأطفال نتيجة التعامل
التعامل والعيش مع آباء نرجسيين. التأثيرات دي ممكن نلاقيها في مجموعة من المظاهر. أولها انخفاض تقدير الذات والقلق. دي من أهم التأثيرات اللي بتظهر على الأطفال. إن الطفل بيكبر وهو مش واثق في نفسه. الطفل بيتعود يسمع كلام سلبي زي انت عمرك ما هتنجح، انت مش فاهم، انت مش هتعمل حاجة. دايما النقد ده بيزرع جوه الطفل ان هو مش هيقدر يعمل حاجة. كمان كل ما الطفل بيحاول يعبر عن نفسه بيشعر باستهزاء وتقليل من انجازاته، والنتيجة من ده ان الطفل بيكبر وهو دايما خايف من الفشل، مش قادر يقرب حاجات جديدة او خايف ياخد خطوة جريئة او جديدة في حياته. تاني اثر من الاثار اللي بنشوفها على الاطفال اللي عايشين مع اباء نرجسيين صعوبة اقامة علاقات صحية سليمة. يعني ايه الكلام ده؟ العلاقات بالنسبة الأطفال اللي كبروا مع آباء نرجسيين بتكون تحدي كبير جدا. هما اتعودوا إن الحب دايما بشروط، يعني لازم تعمل حاجة عشان تستحق الحب أو التقدير. فلما بيكبروا بيكون عندهم صعوبة في إن هما يثقوا في حد. دايما بيفكروا هل الشخص ده بيدعمني بجد ولا بيستغلني؟ طب أنا لو عبرت عن نفسي هيكمل معايا ولا هيسيبني؟ وده بيخليهم يميلوا لعلاقات غير صحية، ويميلوا لأن هم يكونوا علاقات مع شخصيات مشابهة لآبائهم نرجسيين، أو يبعدوا تماما عن تكوين أي علاقات من خوفهم من إن هم يتعرضوا للتجربة التانية. تالت حاجة من الحاجات الصدمات والندوب العاطفية. يعني إيه؟ يعني الحياة مع والد أو والدة نرجسيين بتسيب ندبات عميقة جوه الطفل، لأنه مش بيحس بس بالألم في الوقت الحالي، لكن بيعيش معاه طول حياته لو ما تعاملش بطريقة صح. من أشهر أنواع الصدمات هي متلازمة الإجهاد المعقد اللي بتحدث نتيجة التعرض المستمر للإساءة العاطفية أو التلاعب بيه وبعواطفه على مدار سنوات. الصدمة دي بتأثر على الطفل ده بشكل كبير جدا، وبتصيبه بالخوف الدائم من الرفض وصعوبة التعبير عن مشاعره والشعور بالعزلة وهو موجود وسط الناس. النقطة الرابعة إن التأثير للعيش مع الآباء النرجسيين بتأثر على الصحة النفسية والجسدية للطفل. دايما عنده إجهاد نفسي وإجهاد جسدي، زي مثلا عنده مشاكل في النوم، صداع متكرر، دايما قلقان، انخفاض المناعة بسبب التوتر المزمن. وعلى المدى البعيد الأشخاص اللي مروا بالتجارب دي ممكن يتعرضوا لاكتئاب أو قلق أو اضطرابات في الأكل. النقطة الخامسة التحدي في تطوير هوية مستقلة. الآباء النرجسيين دايما بيحاولوا يتحكموا في حياة أولادهم حتى بعد ما يكبروا، عايزين ابنهم يعتمد عليهم في كل حاجة عشان يفضل هو مركز السيطرة. فده بيخلي الطفل لما يكبر بيخاف ياخد قرارات كبيرة، لأنه هو دايما متعود إن قراراته محل نقد ورفض، فبيلجأ دايما لأبوه أو أمه. نقطة ستة التأثير على علاقته مع أشقاء. لو في أطفال آخرين في البيت التفاعل بين الإخوة بيكون معقد جدا، لأن الآباء النرجسيين دايما بيلعبوا فكرة الإخوة المفضلين، يعني دايما بيفضل أخ أو أخت عن الباقي، وبسبب ده بتكون العلاقة بين الإخوة مضطربة وبيكون فيها استياء جامد جدا وتوتر. طيب إيه اللي ممكن نعمله في الحالة دي؟ طب إيه الحل عشان نقدر نتخطى الأزمة دي؟ إزاي نقدر نصل إلى الشفاء وبناء حياة جديدة؟ أول حاجة عشان نوصل لطريق الشفاء إنك تعترف بالتجارب الأليمة اللي مريت بيها. اوعى تحاول تقلل من اللي حصل أو تقول ده كان عادي. الإساءة العاطفية من الأهل النرجسيين بتترك أثر كبير، فعشان تقدر إن أنت تتعافى لازم تواجه اللي حصل بشجاعة. اسأل نفسك إيه اللي أنا كنت محروم منه؟ هل كنت محروم من دعم أو تشجيع أو حب غير مشروط؟ اعترف بالألم ده لأنه هو جزء من رحلتك. حب الذات بيبدأ من حاجات صغيرة جدا. كل يوم خد لحظة تقول لنفسك أنا كفاية، أنا أستحق الحب، أنا أستحق النجاح. قرر ده لنفسك لحد ما تصدقه. كمان مهم جدا ممارسة التأمل، الكتابة، الرسم كوسائل للتعبير عن الذات. جرب تكتب مشاعرك أو ترسمها. أحيانا التعبير عن اللي جوانا بيكون هو المفتاح عشان نقدر نفهم إيه اللي جوانا. تاني حاجة ترسيخ الاستقلال والحكم الذاتي. ترسيخ الاستقلال والحكم الذاتي، يعني لما تكبر في بيت نرجسي بيكون عندك إحساس إنك موافقة أهلك على كل خطوة، بس الحقيقة أنت مش محتاج موافقة حد عشان تعيش حياتك. ابدأ بخطوات صغيرة تحقق فيها استقلالك وذاتك. ابدأ إنك تتعلم حاجة جديدة أو إنك تشتغل شغل جديد يساعدك تبني مستقبلك المادي. الاستقلال مش بس مادي، هو كمان عاطفي.
حاول تبني شبكتك الداعمة، سواء كان أصدقاء أو زملاء يقدروا يدعموك بدل الاعتماد على أشخاص مؤذيين في حياتك. النقطة الثالثة، كسر الدائرة وخلق علاقات صحية. يعني ايه أكسر الدائرة؟ يعني يعمل علاقات صحية. لما تنشأ في بيئة مليانة إساءة عاطفية ممكن يكون عندك ميل لاختيار علاقات مش صحية تاني في حياتك. عشان كده مهم جدا إنك تبدأ تفهم ايه الفرق بين العلاقة الصحية والعلاقة السيئة. العلاقة الصحية مبنية على ايه؟ العلاقة الصحية مبنية على الاحترام والتفاهم والحب المتبادل. لو لقيت نفسك في علاقة فيها تلاعب أو نقد مستمر، خد خطوة للخلف وفكر، هل العلاقة دي شبه العلاقات اللي أنا كنت عايشها؟ اكسر الدايرة دي، لأن ده مش سهل. كسر الدايرة مش سهل لكنه ضروري ومهم. لما تلاقي نفسك بتكرر نفس النمط اللي كنت عايش فيه، ارجع خطوة لورا واطلب الدعم من متخصص يساعدك. النقطة الرابعة، تعزيز الصحة النفسية والجسدية. الشفاء يحتاج جسم سليم وعقل مرتاح. حاول ان انت تعتني بنفسك جسديا، يعني مارس الرياضة بانتظام، حتى لو كانت انك تتمشى بشكل خفيف. تابع نظام غذائي متوازن، خد وقتك للراحة والنوم الكافي. اما نفسيا فياريت تعمل جلسات تأمل، قراءة في تطوير الذات، ده هيساعدك جدا. جرب كمان تحضر جلسات علاج نفسي، لأن دي هتساعدك أوي إنك تفهم مشاكلك بشكل أعمق. النقطة الخامسة، سامح. سامح لكن بشروط. السؤال اللي بيدور في ذهنك دلوقتي ممكن، هل لازم أسامح أهلي؟ والإجابة هي التسامح اختيار شخصي جدا. التسامح اختيار شخصي جدا، انت اللي لازم تختار ان انت تسامح او لا. لكن خلينا اوضح ان التسامح مش معناه انك تنسى او ترجع للعلاقة زي ما كانت، لكن التسامح انك تقول لنفسك انا مش هخلي اللي حصل يسيطر على حياتي او مشاعري بعد كده. سامح عشان نفسك مش عشانهم. النقطة السادسة، اصنع مستقبلك بإيدك. افتكر ان ماضيك جزء منك لكن مش لازم يحدد مستقبلك. انت الشخص الوحيد اللي لازم يخطط مستقبلك ويحدد شكله. ابدأ بأهداف صغيرة وحققها واحدة واحدة. خليك فخور بكل خطوة بتاخدها لقدام. حط قدامك صورة لحياتك اللي انت ماشي فيها، وافهم ان انت لازم تعيشها بشكل جيد. واخيرا عايزة اقولك حاجة مهمة جدا، إذا كنت عايش مع والدين نرجسيين أو بتعاني من إساءة عاطفية، لازم تعرف إنك مش لوحدك. في ناس كتير مروا بالتجارب دي لكنهم قدروا يتخطوها ويبنوا حياة مليانة أمل وسعادة وتفاؤل. اعرف إن ده مش سهل لكنه مش مستحيل. وزي ما اتفقنا إن أول خطوة إنك تدرك إن اللي بتعاني منه حقيقة. تاني حاجة، تحط حدود صحية. الحدود دي مش قلة احترام، لا، هي الطريقة اللي بتحمي بيها نفسك. أنا فاهمة قد إيه إن الموضوع ده كان ممكن يكون صعب، وممكن تحس أوقات إنك مضطر ترضيهم حتى لو كان ده على حساب سعادتك. لكن الحقيقة إن إرضاء الآخرين على حساب نفسك مش هو ده الحل. انك تستحق انك تعيش مرتاح ومتصالح مع نفسك ومليان طاقة ايجابية. واهم حاجة ما تستسلمش، الحياة قدامك مليانة فرص انك تبدأ من جديد. اتعلم تحب نفسك، لان حب الذات هو المفتاح لكل حاجة حلوة في حياتك. لما تحب نفسك هتقدر تحط حدود، هتقدر تقول لأ لما يكون لازم، وهتقدر تبني علاقات صحية مع اللي حواليك. في الاخر ما تنساش، انت مش مسؤول عن تصرفات غيرك، لكنك مسؤول عن حياتك وعن مستقبلك. كل قرار بتاخده النهاردة حتى لو كان صغير هو اللي هيبني الحياة اللي بتحلم بيها. لو الفيديو ده حسسك انك مش لوحدك او عرفت منه حاجة جديدة، ما تنساش تشاركنا رأيك في الكومنتات. لو عندك تجربة مشابهة شاركها، يمكن تكون سبب ان حد تاني يلاقي امل. وما تنسوش تدعمونا، تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. احنا هنا علشان نكون جنبكم ونتكلم عن كل حاجة ممكن تساعدكم ان انتوا تكونوا اقوى واوعى. وافتكر دايما ان في تحدي اكبر من ارادتكم، ومفيش حد يستحق حبك اكتر من نفسك. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.